تمكنت فرقة أمنية مشتركة تتألف من عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وفرقة الشرطة القضائية بأمن عين الشق بالدار البيضاء صباح اليوم الأربعاء 8 مارس الجاري من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة من ذوي السوابق القضائية يشتبه في علاقته المحتملة بجريمة القتل العمد باستعمال السلاح الناري. وكانت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء قد عاينت مساء أمس الثلاثاء في حدود 10 مساء جثة نائب برلماني عن دائرة ابن أحمد داخل سيارته الشخصية قبالة مسكنه أذلك بعدما تعرض ل3 طلقات نارية من بندقية صيد كانت سببا مباشرا في وفاته. وأشارت الإفادات الأولية بمسرح الجريمة إلى أن سيارة خاصة سوداء اللون كانت تتربص بمحيط مسكن الضحية قبل أن يعمد ركابها إلى إطلاق 3 عيارات نارية في مواجهته ويلذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة. وقد مكنت الأبحاث والتحريات الأولية مدعومة بالخبرات التقنية من تجميع قرائن مادية ترجح احتمال تورط شخص ينحدر من مدينة ابن أحمد في ارتكاب هذه الجريمة على اعتبار أنه سبق أن وجه تهديدات للضحية بسبب خلافات شخصية تكتسي طابعا خاصا، وهو ما استدعى إيفاد فرقة أمنية مشتركة إلى مسكنه بمدينة ابن أحمد وتوقيفه. وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن حجز سلاحيين للصيد وخرطوشات شبيهة بتلك التي استعملت في جريمة القتل، وقد أحيلت على مختبر الشرطة التقنية والعلمية لإخضاعها لخبرة باليستيكية للتحقق مما إذا كانت هي التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة. ولا زالت الأبحاث والتحريات الأمنية متواصلة في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة أذ لتحديد جميع ظروفها وملابساتها ودوافعها الحقيقية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.